يعني ما كنتوش قعدتوا معانا اسبوع؟ على فكره يا استاذ سامي، مرات خالي اللي هي تبقى ام الجاني والمجني عليه بتقول المحامي اللي هيخفف حكم ابنها هتديله 100,000 جنيه. يعني لو ربنا وفقك يبقى طلعت من عندنا بقضيه حلوه. يا خالي انا كل اللي يهمني في اي قضيه اني ارفع الظلم عن المظلوم. ان شاء الله ما دام سامي ابني خد القضيه يبقى هينجح فيها. يا رب. قول يا بابا، انا ونهى هناخد نجده معانا عشان عايزين نتكلم معاها شويه. خلاص يلا يا نجلاء روحي مع اخوكي. لا هو احنا هنوصلكم لحد البيت وبعد كده تبقى هي تنزل معاكم. يلا بينا. السلام عليكم. مع الف سلام. سلام عليكم. مع السلام. اشوف وشكم بخير. مع الف سلام. مع الف سلام. الف سلام. سلام عليكم. ربنا يوفقك. ربنا يوفقك يا رب. هو ايه الحكاية؟ حمدي يعني ما اتصلش يطمن على وصولي؟ يا سلام، للدرجة دي مشغول حضرته؟ السلام عليكم يا ماما. وعليكم السلام. اتأخرتي ليه؟ كنت براجع المادة الجاية مع بنات صحابي. طب مش كنتي تقولي لي؟ ماشي يا صبرا، اما اشوف اخرتها. ازيك يا بنت يا صبرا؟ أبلة نعيمة انت جيتي؟ ايوه جيت من بدري. اخبارك ايه يا بنت في الامتحانات؟ الحمد لله لغاية دلوقتي كويس. طب غيري هدومك بقى عشان تاكلي لك لقمة. لا أنا كلت سندوتشات. انت كمان؟ نعيمة كلت في الطيارة وانت كلتي بره. طب أنا هقوم بقى أغير هدومي عن إذنكم. زوزة. بنتك صبرا مش مريحاني، في حاجة كده مش مريحاني. يعني ايه اللي حصل لها؟ يعني في ايه؟ في ايه زي ايه يعني؟ ايوه يعني بقت عاقلة كده مستكينة وما بقتش تتشاقى زي زمان. مش كبرت بقى، هي هتفضل صغيرة على طول. اللي انا شايفاه بقى ان انت اللي اتغيرتي. يمكن كبرت يا زوزة. طب اتغيرت ازاي يا ماما؟ يعني بقيتي عاقلة انت رخرة كده وكلامك حلو ورقيقة مش زي الأول. ليه يا ماما؟ هو انا كنت الاول زي الترابش يعني؟ كنت زي الصبيان وكلامك ناشف وبالروية. أنا بقول يعني يمكن ربنا هداكي. يمكن خرات البنات خرتني ولا حاجة. لا إذا كان على خرات البنات خرتك من زمان وزي القمر. أنا بقول يمكن ربنا هداكي وعقلتي عشان لما يتقدم لك عريس توافقي. ماما لو سمحتي يعني قفلي على السيرة دي خالص. لا تبقي ما اتغيرتيش. لا طبعا ما اتغيرتش، يمكن اتغيرت طباع سلوك لكن مبدأ لا ثم لا ثم لا إلى ما لا نهاية. مفيش فايدة مفيش فايدة، أنا زهقت هقوم أروح المشغل. لكن البت صبرا دي مش مريحاني.
عارفه يا نهى، سبحان الله، ايه يا حبيبي؟ خالي ده اللي ولاده واقفين في وش بعض دلوقتي، هو ده خالي اللي حاول يحرم مامتي زمان من الميراث بتاعها. فاكره الحكايه دي؟ فاكره طبعا، وبسبب ده باباك ساب شغله ووقف مع مامتك علشان يبقى معاها ويديها حقها. مع انه كان مطلقها. اهو ولاده هيقطعوا بعض دلوقتي ويرثوا منه نفس العند والطمع اللي كان عنده. طب قولي بقى، هتستند على ايه في القضيه بتاعتك دي؟ لا انسي خالص الموضوع ده، عمري ما هقول لك عليه. يا سلام، ايه هتقولي لانيا بقى حضرتك ولا ايه؟ والله ما هقول لها، انا هحكي لها كده حاجات بسيطه وهحاول اشوف كده هتستنتج ايه. والله ما هتقول لها. طب ايه رايك بقى ان انا زعلانه منك يا سمسم؟ يا حبيبه قلبي والله ما هقول لها حاجه، انا بس هحاول اختبر ذكائها زي ما اختبرت ذكائك. بجد؟ بجد. طب يلا بينا. هتعمل ايه دلوقتي يا كمال؟ هروح اجس نبض ماما. وهتبات هناك يا اخويا؟ مش عارف يا رضا، احتمال. لا لا يا كمال، ما تباتش هناك، انت شقتك فيها كل حاجه، تبات فيها. حاضر يا رضا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعرفي يا ماما، اسعد يومين قضيتهم في حياتي هما اليومين اللي قعدتهم في البلد. يا بختكم، ده انا من زمان ونفسي اقعد يومين في الريف. خلاص يا ست الكل، المره الجايه هتيجي معانا، مش كده برضه يا سامي؟ يا ريت طبعا. قولوا لي بقى، عملتوا ايه في الناموس والبراغيث؟ لا يا طنط، الناموس بيجي مع موسم الرز، يعني لسه بدري. وطبعا دلوقتي الريف اتقدم واكيد في احتياطات معموله. طبعا يا طنط، احنا البيت بتاعنا هناك الشبابيك بتاعته معموله بالسلك، يعني بنقعد سهرانين واحنا رايقين على الاخر. لا ما اقولكيش كمان، فطير وعسل وقشطه، حاجات كده سيبيها على جنب. صحيح يا نهى، احنا كنا جايبين معانا فطير وقشطه ومش. معقول يا سامي ما جبتهمش من شنطه العربيه؟ تصدقي نسيت، طب كنت فكريني. طب ما انا كمان نسيت. طب خلاص انا هنزل اجيبهم. لا لا لا، مستعجل على ايه؟ على مهلك. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا كمال؟ ايه يا صبرا، مالك يا حبيبتي من ساعه ما قعدتي وانتي متنحه كده؟ ابدا يا ماما. اكيد بسبب الامتحانات. طب انا هقوم اذاكر شويه. ما تيجي يا ابو كمال، تعال اقعد. مش هتيجي بقى تخطبي لي العروسه يا ماما؟ وانت اول ما تدخل تقول لي العروسه ماشي، انا اوعدك لو نجحت حاجه اخطبها لك. طب هقوم انا بقى عشان عندي شويه مراجعه. سلام. سلام يا سيدي. 4 شهود؟ تمام، وفي معلومات كمان مهمه جدا. الشهود شافوا السكينه في ايده، يعني عليها بصماته وكمان عليها الدم. يا نهار ابيض، ده كده القضيه متقفله خالص. طيب انا بقى هحكي لك الجريمه حصلت ازاي. يا ريت تحكي لي، انا الصراحه اطلعت عليها بشكل سريع بس احب اسمعها منك. تحت امرك يا فندم. خلي خلف يجيب لي القهوه وابعتيلي سامي بسرعه. حاضر. استاذ سامي، استاذ مؤمن عايز حضرتك في مكتبه. حاضر، هسيبك تفكري على مهلي. لا استنى يا استاذ سامي، اسالك سؤال الاول. يعني هي دلوقتي مرات القتيل شافت المجرم وهو بيضرب جوزها بالسكينه بعد ما قعدوا يزعقوا مع بعض؟ تمام، وعلى ما بلغوا الاسعاف كان مات. عن اذنكم. اتفضل. طب انت ايه رايك يا نور؟ استاذ سامي عايز يختبر ذكائك المهني. ذكاء؟ هي دي فيها ذكاء؟ دي اعدام. برافو عليكي، هو فعلا صدر عليه حكم بالاعدام. شفتي؟ طبعا واضحه، لانه فعلا سبق الاصرار موجود. ما هو سامي عايز يشوف حيله يستغلها في النقد، زي ما انت عملتي كده وشككتي في اقوال الشاهد. طب ما يعمل كده، يشكك في اقوال الشهود. ما هو عشان كده للاسف المحامي بتاع الجاني شكك في اقوال الشاهد، فاستبعدوا الشاهد وفضل 3. لا 3 ما ينفعوش. ما هو عشان كده صدر عليه حكم بالاعدام. طب الاستاذ سامي عنده حل؟ اكيد طبعا، امال اخد القضيه ليه؟ صباح الخير يا عم محفوظ. يا صباح الفل يا ست الكل. اتفضل يا عم، خد بشبش نفسك، محدش واخد منها حاجه. ياه، ربنا ما يحرمنا منك ابدا يا استاذه، بس ده كتير كتير والله. مفيش حاجه تكتر عليك انت يا راجل يا طيب. على فكره يا استاذه، الاستاذ فهمي هيطير من الفرح بيكي.
ايوه بس الاستاذ حمدي مش مبسوط. مش مبسوط ليه؟ وبعدين ليه ما قاليش؟ قال لي لما يرجع من باريس هيقول. صباح الخير يا انسه نعيمه، ممكن تجي لي مكتبي شويه؟ قوي قوي يا فهمي بيه، ثانيه وجايه لحضرتك. حاضر، ثانيه واحده. بص، ده العدد الثالث، يعني بالظبط ثالث مقالة ليك. ودي يا ستي الرابعة. تحب اقرا لك؟ لا لا لا، تقرا لي ايه؟ انت خطك حلو قوي. تحت امرك يا فهمي بيه. ايه اخبار الجمارك؟ ما فريق الجمارك بتاعنا موجود في اسكندريه لاستقبال المركب. هو بيبقى فيه ترتيبات بتحصل قبل كل رساله؟ طبعا، ده شغلهم هم متعودين عليه. بيشوفوا مين اللي هناك هيفرج عن المركب، ودي شغلانه مش سهله. ما هو ما دام شغلنا سليم يبقى ليه القلق يا فهمي بيه؟ لا لا لا، مفيش قلق ولا حاجه. طب ايه النظام بقى؟ الرساله بقى بتاعتك تتجدعلي في توزيعها، بس انا ليا نسبه على المبيعات. ما فهمي بيه احنا ما اتكلمناش لسه على النسبه هتكون كام. هنتكلم في كل حاجه. انا دلوقتي هديكي 30,000 جنيه على ما نبدا البيع. معلش يا فهمي بيه، لا مؤاخذه يعني، خليهم 50 علشان اسدد بيهم دية ابنك. ليه؟ انت صرفتيهم كلهم؟ يعني حصلت ظروف كده بلعت المبلغ كله. من العين دي قبل العين دي. متشكره قوي يا فهمي بيه. هتعوز مني حاجه حضرتك؟ دقايق كده وهسلمك المبلغ. على فكرة احنا كنا نقلنا اللحمة القديمة في تلاجات بهتيم علشان نفضي التلاجات كلها للشحنة الجديدة اللي جايه. ما انا عندي فكرة. طيب تؤمر بحاجة يا فهمي بيه؟ شاكرين افضلك. متشكرة قوي يا فندم، عن اذنك. اتفضلي اتفضلي. سامي يا حبيب قلبي، انا مش مصدقه انت بقيت مشهور قوي. على فكره لازم اطلع فرح ماما بالخبر ده. ماما كمان بتقرا المقال بتاعك كله وبتقول ان اسلوبك كويس قوي ومشوق كمان. ماما دي تبقى اهم قارئة ليا. ماما اهم قارئه. طب وانا بقى ايه؟ انت الكل في الكل طبعا. بحبك يا سمسم، بموت فيك. انا هطلع لماما بقى. اوكي ماشي. الو. ايوه يا مدام رانيا كده. طيب مع السلامه. ايه ازيك؟ ازيك يا بيه؟ اتفضل يا عم استلم، ادي ال50,000 بتوعك اهوت. ليه بس ما تخلي يمكن ينفعوك؟ لا يا سيدي الحمد لله، ربنا ما يحوجني لاي حد. طب بصي بقى، ما دام جينا واتقابلنا يلا نروح نتغدى سوا. لا انا لازم ارجع على الشركه، لابوك يفضحني. ايه ده؟ يا نهار لالو، هو ايه اللي جابه ده هنا؟ العب. مين ده تعرفيه؟ اعرفه؟ وايه اللي اعرفه؟ ده انا اعرفه عز المعرفه. ومستني ليه هنا المدهول ده؟ هي ايه الحكايه؟ اما يا واد يا ضيا، انا عملت حته سبق صحفي النهارده اخطر من الكشوف الفرعونيه. هي ايه الحكايه ما تفهميني؟ دي رانيا رئيسه قسم الحوادث في المجله. كمان رئيسه قسم الحوادث؟ اهلا اهلا. صدقت من قالت.
يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربال. الله يرحمك يا تيتا. طيب نهايتك على ايدي يا جميل يا حلو. يعني مش عايزه تفهميني ايه الحكايه؟ بقول لك ايه، اطلع على شغلك، اطلع على شغلك، مالكش دعوه انت بالحاجات دي، انت لسه صغير عليها. اطلع وانا هبقى افهمك بعدين. سلام. قلت انك عاوزاني ضروري. مالك انت مستعجل قوي؟ لا ابدا، انا بس خفت يكون في حاجه في المقالات. لا لا، المقالات هايله وعملت للصفحه صيت والمبيعات هايله. طب الحمد لله خير. قولي، هي دي المره الكام اللي بنقعد مع بعض فيها؟ يعني الرابعه الخامسه. لا الخامسه يا استاذ. وعلى فكره كلهم كانت قعدات شغل. مظبوط. ما فكرتش تعرف عني حاجه عن رانيا اللي قاعده قدامك دي؟ حاجه زي ايه بالظبط؟ عن شخصها، مكنونها، حياتها. بصراحه انا ما احبش اتطفل عليك. بالعكس يا سامي، واسمحي اقول لك سامي كده هو مجرده طالما مش هنتكلم في الشغل. قوي قوي. وانت برضو قول لي رانيا مجرده من غير الفاظ. يا سلام، انا موافق ما دام ده يرضيكي. شوف يا سامي، انا لولا استريحت لك ما كنتش احس ان انا عايزه احكي لك كل خصوصياتي. بصراحه دي ثقه انا اعتز بيها ليك. شوف يا سامي، انا كنت متجوزه رجل اعمال غني قوي، وانت عارف رجال الاعمال بيتعرضوا لمشاكل السوق وحروبه، مره مكسب كبير ومره خساره كبيره. عارف ده، انا ياما اخدت قضايا متعلقه بيه. جوزي خسر صفقه كبيره قوي، فمات وهو في عز شبابه. مات؟ الله يرحمه. خلاص بلاش نتكلم في السيره دي. ساب لي ثروه كبيره قوي، كان نصيبي الشرعي منها 2 مليون، والفيلا اللي انا عايشه فيها. دام حضرتك غنيه قوي كده تشتغلي ليه؟ انا الصحافه في دمي، ولو ما اشتغلتهاش اموت. لا بعد الشر عليكي. والفيلا دي انت قاعده فيها لوحدك؟ لا، ماما ساعات بتيجي تقعد معايا بس غصب عنها. ليه غصب عنها؟ بتقولي الواحده ما بتستريحش الا في بيتها مع انها وحيده. وبعدين ما انت هتشوف الفيلا واحنا مروحين، انت مش هتوصلني؟ اه طبعا، قوي قوي. هي دي الفيلا. لا جميله فعلا. ايه رايك بقى؟ احنا اتغدينا ولا شربنا لا ساقع ولا سخن. تعالى معايا بقى 5 دقايق نشرب حاجه واكمل لك بقيه. لا لا لا، ده الوقت اتاخر قوي. الوقت اتاخر؟ تعالى بس 5 دقايق. يلا يلا يلا، والله لا تيجي. حاضر. شايف كل ده قاعده لوحدي. معقوله كل الصالونات دي؟ دول بس 6 صالونات، ده لسه في 2 فوق وفي قاعده عربي. تعالى افرجك غير اوض النوم. ايه؟ قول لي ايه رايك؟ حاجه حلوه جدا. ورايك في الفيلا ككل؟ ده بجد بجد تجنن. تجنن؟ وتجنن اللي ممكن تبقى مني. ملكي انا؟ ازاي؟ فكر كده شويه ازاي. شوف يا سامي، انا لو لفيت الدنيا مش هلاقي راجل في شخصيتك وذكائك، ويا ريت يا ريت تكون عند حسن ظني. بصراحه مش فاهم. توافق تتجوزني؟ ثق اضمن لك مش هتحصل لك اي مشاكل بالنسبه لمراتك دي. ياه، دي كانت تنتحر. نقدر نخليها في السر فتره لحد العلاقه بينك وبينها ما تقدم، وبعدين تبقى تجيبها لها بالتدريج. والله من حيث المبدأ بصراحة أنا رافض الحكاية دي.
هقولك بالتدريج ازاي. يوم مسافر بلد كذا القضية، ويومين مسافر بلد كذا القضية، وهتمر الحكاية صدقني. ها قلت ايه؟ يا مدام رانيا انا راجل صاحب مبادئ. حكايه الجواز على مراتي دي ما اقبلهاش ابدا. يا سلام، ما تغير افكارك. لا انسان اجوف وكذاب وبلا مبادئ. مين يسيب الجمال والغنى ده كله وما يدوس على كل حاجه حتى المبادئ؟ انا ما قلتلكش دوس على حاجة، انا سهلتها لك اهو. معلش يا مدام رانيا، لو تسمحي لي بقى استاذن، انا اتاخرت قوي. لا 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 لا، طب نشرب الاول. اشرب اشرب. اتفضلي يا ماما. تسلم ايدك يا حبيبتي. تسلم ايدك يا حبيبتي. ميرسي يا صبري. بقى جوزك بقى هيجيب لك صندوق فسيخ بحاله؟ تصوري يا ماما، قلت له يا حبيبي نتغدى احنا الاتنين سوا وما رضيش، قال لي صندوق فسيخ. اهو ده بقى اللي اسمه الوحم. طب ما انا نفسي في الفسيخ، يبقى بتوحم؟ يا حبيبتي اللي بتتوحم دي لازم تبقى حامل، تتوحم بقى على اي حاجه. ماما ماما، الله، دي نعيمه جت بدري. الله، هي الموكوسة هنا؟ موكوسة؟ لا، الكمانجة هنا. وبعدين بقى بطلي طولة لسان، أنا أختك الكبيرة، عيب كده. يا أختي بلا أختك كبيرة بلا تنيلي تنيلي. مفيش فايدة. اختشي ما تقوليش كده على أختك. لا موكوسة، وهثبت لكم كده. قعدت تزن عليها تتجوز لغاية ما غرقتيها. هو احنا مش هنخلص من الموال ده بقى؟ ده الموال ابتدى يا أمي، على رأي تيتا لما قالت يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربال، وأهو كلمتها اتحققت. ما تجيبيش سيرة تيتا دي خالص، دي سبب اللي انتوا فيه دلوقتي. فضلت تحشر في دماغكم كلام غلط لغاية ما عقدتكم. يا سلام، وهو يا ماما كلامها مش صحيح؟ لا طبعا مش صحيح، هي عشان كانت بتكره أبوكوا كانت بتقول الكلام ده عليه. لكن لو كانت أم زي كل الأمهات كانت قالت لي اسمعي كلام جوزك، روحي معاه إن شاء الله لآخر الدنيا. لكن دي عيطت لي وقالت لي أنا تسيبيني لوحدي بعد ما ضيعت عمري عليكي. وانا بقى كنت ضعيفه واستسلمت للي هي كانت بتقوله، والنتيجه انكم اتربيتوا زي الايتام وكبرتوا وكبرت عقدتكم معاكم. كلام دوت ما يغيرش حقيقه واضحه وضوح الشمس، ان الاستاذ سامي جوز بنتك الموكوسه راجل زي بقيه الرجاله، قلعبان وخاين. ما بلاش قله ادب بقى وما تقوليش على جوز اختك كده. استني يا ماما من فضلك، ممكن اعرف بقى يا نعيمه هانم انت بتقولي الكلام ده على اساس ايه؟ هقول لك يا كمانجه، بس لما اقوم بدوري انا الاول. لقيته عمال يسالني عن السجل التجاري بتاع الست اللي انت شغال معاها وعن نوع التجاره اللي بنشتغل فيها. عمل عليا محامي، سبته وقمت. ولا يهمك منهم، قسما عظما اللي جوزك بنتي غصب عنهم ومش عايزه حد منهم، ومن النهارده تعتبر نفسك واحد من البيت. ما انا ماليش ابن راجل اسند عليه، ومن النهارده انت ابني. وانا معلمه من ايدك دي لايدك دي. بكره هننزل تشاوروا لي على احلى شبكه انتوا عايزينها، وبعد كده هاخدكم على احسن معرض موبيليا تنقوا اوضه نوم محترمه، عشان لو حد فكر يجي يزورك بعد كده يلاقيك ملك سلطان زمانك. وبعد كده نشوف بقى مين هو اللي احسن، انت ولا هو. ربنا يخليكي ليا يا يما، ما تحرمش منك ابدا. يا حبيبتي انا اللي يهمني كمان ما يهمنيش اهله، انا بس كنت عايزه اعمل الاصول عشان ما يقولوش ملوش اهل. بس انا معلمه قدامي يعني خطوه كده اعملها. ممكن اعرفها يا كمان؟ قوي قوي. انا بكره ان شاء الله هنزل البلد، هقابل عناني وربنا يقدم لي فيه الخير. انت قعدت مع الاستاذه لمياء بخصوص قضيتها؟ طبعا يا استاذ، اكتر من مره. جميل. يعني هي جاهزه ان شاء الله؟ ان شاء الله يا استاذ. انا مذاكره كويس قوي، بس طبعا كله بفضل الاستاذ سامي. ماشي، ربنا يوفقكم ان شاء الله. بعد اذنك يا استاذ. اتفضل.
امي ما تيجي نقعد في الكافيتيريا شويه لحد جلسات ما تبدا. خلاص اوكي. اتفضل يا جماعه. ميرسي يا سامي. تعالى عوض. تحت امرك يا فندم. هات لي قهوه مظبوط وغالب زياده وشوف انا تشرب ايه. انا برضو زي الاستاذ مظبوط. وخلي القهوه بتاعتي عقبال ما يجي على طول. تحت امرك يا فندم. انا هروح اشوف القضيه بتاعتنا رقم كام في الروز. اوكي يا سامي اتفضل. وانتي بتطلبي قهوه عادي كده؟ القهوه ما بتضرش الحمل؟ لا ما بتضرش، والدكتور قال لي يعني ما تكتريش منها. عايزينك بقى تشدي حيلك كده. عايزه احضر لك جلسه تترفعي فيها قريب ان شاء الله. انا لسه عندي رغبه ان انا اقف ضدك في قضيه. وانتي بقى متوقعه ايه؟ هكسبك طبعا. بيتهيألي وهتشوفي بنفسك. هنشوف. طيب انا بقى هشوف حاجه كده وارجع لك على طول عن اذنك. اتفضلي براحتك. معقولة تكون خارجة تتكلم مع سامي بره؟ لا ايه التفكير الغريب اللي انا بفكر فيه ده؟ سامي مش ممكن يفكر فيها ابدا ولا يعبرها، وخصوصا بعد الموقف اللي حصل في شهر العسل. رانيا لقيتها واقفه منتظراني بره، تصوري. اهلا يا نهى. اهلا بيكي. فاكراني؟ طبعا، هو انا انساكي برضو؟ مش اتقابلنا لما كنا في شهر العسل؟ مظبوط. الله، امال فين الاستاذ سامي؟ ما جاش؟ لا ازاي، جه طبعا، بس واقف بره بيشوف ترتيب جلستنا في الرول. طب بقول لكم ايه، انا هروح اقول له حاجه عشان نسيت اقولها له امبارح لما كنا مع بعض. لا اتفضلي براحتك، احنا قاعدين هنا منتظرين. اوكي. امبارح بقى كده يا سامي؟ ايه يا نهى مالك؟ سرحانه في ايه؟ لا ابدا، مفيش اي حاجه. بيتهيألي انتي خلاص اخدتي على جو المحكمه صح؟ فعلا. طيب استاذنك انا بس شويه اشوف حاجه بره. لا اطمني هتشوفي. يا رب خير. ماما انا خلاص تعبت يا ماما، تعبت ومش قادره استحمل اكتر من كده. ايه يا نهى، انت كل شويه توقعي قلبي. ماما خلاص مش قادره بجد. انا مش عايزاه الخاين الغشاش ده. مين هو اللي مش عايزاه؟ سامي؟ ايوه يا ماما سامي، هيكون من غيره. انا تعبت كل يوم مع واحده شكل، انا هلاقيها من رانيا ولا لميا. انا خلاص يا ماما مش قادره. مش ممكن سامي ما يعملش حاجه زي دي. ايوه خلينا كده نقول سامي ما بيغلطش، سامي ما بيعملش اي حاجه لحد ما تسرقنا السكينه وادينا الضربه في مقتل. ماما انا خلاص انا مش عايزاه. ما تقوليش الكلام ده. هو ايه لسه خطيبك وعايزه تسيبيه؟ ده بقى جوزك، ابو اللي في بطنك. يعني ايه بقى؟ يعني الست العاقله هي اللي تقدر تخرج جوزها من اي نزوه. نزوه؟ وكمان بتقولي نزوه يا ماما؟ ده اذا فرض ان في اي علاقه، لكن انا متاكده ان سامي لا يمكن يعمل حاجه زي دي. ده راجل محترم بس له علاقات كتير، مش معقول بقى نقول له ما تكلمش ده وكلم ده. ما تلاقيها هي الهانم اللي بتنشر له المقالات بتاعته، ما هي صحفيه. طب اديك ردتي على نفسك، يعني في بينهم شغل. بناقص يا ماما الشغل اللي يجي من ورا الحاجات دي كلها. نشحت احسن ولا يشتغل الشغلانه دي مش غيره بقى، ده اسمه جنان. لما يجي جوزك دلوقتي هتتاكدي ان مفيش حاجه من دي حصلت. عم محفوظ. ايه يا استاذه؟ بقول لك ايه؟ انا عندي مشوار مهم لازم اعمله دلوقتي. خلاص اتفضلي انت يا استاذه، وانا هقعد استناكي لحد ما ترجعي. تشكر يا راجل يا طيب يا قمر انت. بالسلامه.
حضرتك رانيا مش كده؟ ايوه مدام رانيا. اسمحي لي اقعد. اتفضلي، بس ممكن افهم حضرتك مين؟ مش مهم، بس انا شفت حضرتك امبارح وانت بتركبي عربيه الاستاذ سامي المحامي وقعدت جنبه مكان مراته. اقدر اعرف ايه هي نوع العلاقه اللي بينكم انتوا الاتنين؟ ايه هو وعدك بالجواز ولا حاجه؟ محتمل، بس انا اعرف انه متجوز. ولما انت عارفه ان هو متجوز عايزه منه ايه؟ طب وانت عايزه منه ايه وانت برضو عارفه ان هو متجوز؟ اعرف الاول انت عاوزه منه ايه وبعد كده انا اجاوبك. جايز بحبه. بتحبيه؟ طب وهو؟ بيموت فيا وهتجوزه. حتى وانت عارفه ان هو متجوز؟ وماله، الشرع مديله الحق في زوجة تانية، انت بقى عايزة تبقي التالتة؟ خراسي، انا مش رخيصة زيك، وبعدين بقى انا هوقفك عند حدك. اولا انت قلة الادب. اسم الله اسم الله على ادبك يا شابة اللي بيطرطش حواليكي، لميه؟ وثانيا سامي عمره ما هيكون ليكي، ده لسبب بسيط جدا، هو انه متجوز، وغير كده يوم ما يحب يبص هيبص للاجمل اللي هو انا. انت قليلة الادب، وبعدين انا ما بفكرش في اللي في دماغك ده خالص. اما الملك محموق قوي كده ليه؟ لان اخت مراته يا فاسله، قصدي يا فاسله، عامله لي نصح قوي بره. لا جلدي الموقف. ايه ده؟ رن اوفر. هو ده بيت عمك تهامي. شاكرين يا بلدينا. اتفضل اشرب شاي. عشت يا ليس. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه جاي. مين جاي حالا اهو. السلام عليكم. عليكم السلام. انا كمال ابن الدكتور فهمي. كمال ابن الدكتور فهمي اخويا. هو حضرتك تبقى اخوه؟ انا عمك تهامي. ازيك يا كمال؟ ازيك؟ وحشني قوي، وحشني. اهلا يا ابني، انا مفتش بالتربيه والتعليم. ازيك يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ اتفضل يا ابني، اتفضل. شكرا يا عم. اتفضل يا ابني اقعد. اقعد واحكي لي بقى يا ابني. احكي لك ايه بس يا عمي؟ ده كتير قوي. والله يا ابني ابوك ما فاتش اي حد في الزجاجيج الا وسالوا عليكم، في الاخر يئس. معلش بقى يا عمي، امي اللي كانت متعمده انه ما يعرفش مكاننا، هم بقى خافوا على عيالها. عفى الله عما سلف يا ابني. المهم انت وحشني جوي جوي جوي. انت عارف ان انا ما شفتكش من ايام ما كانت امك شايلاك على كتفيه. ما انا لسه على كتفها يا عمي. وازيها يا ابني؟ وازاي اخواتك البنات نهى ونعيمه؟ الحمد لله يا عمي، خلاص خلصوا جامعه، بس لسه صابره في الثانويه. صابره؟ صبرة مين؟ اختي برضو يا عمي، بس ماما كانت حامل فيها لما بابا سابنا وسافر. لا حول ولا قوه الا بالله. المهم يا ابني انك جيت وجاي تتعرف على عيلتك. ابوك ليه 3 اخوات رجاله وبنت واحده. اني وعمك حامد ناظر المدرسه، بس هو عنده مشوار كده في الوزاره هيقضيه ويجي. وعمك حسان عمده بلدنا، بس هو عقبال امالتك كده يعني عنده عمره. ادي يا سيدي ارضنا، وانتوا ليكوا فيها فدانين.
واحنا هنشيل لكم الريق بتاعهم. ايوه ابوك طلب مني كده، وان شاء الله اما تيجي ماشي هنديهم لك. معلش يا عم، انا يمكن كانت سرقاني السكينه، يمكن عشان كنت عيل صغير. معلش يا ابني، ما الواحد لما بيكبر لازم يدور على اهله، على راي المثل اهلك لا تهلك. صح يا عمي، انت معاك حق. انا اللي فاتتني الموضوع ده. انا لما رحت لاهل عروستي قالوا لي انت مالكش اهل. فكرت في عقلي بالي وقلت لا، انا ابن ناس كويسين قوي كمان. يكش يعني الظروف هي اللي بعدتنا عن بعض، فقررت ارجع بلدي وادور على اهلي وناسي. زين ما فعلت يا ابني، واحنا من ناحيتنا هنشكر اهل عروستك وهنروح لهم كمان. انا من ناحيتي هتصل بابوك، ولا تحب تتصل بيه انت؟ لا 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 يا عمي، كلمه انت. انا بس يا عمي يعني عايزك تشرفني من فرحي، انا هقدم الشبكه وبس. ان شاء الله الف مبروك. انا وعمك حامد مش بس هنيجي الفرح عندك، لا ده احنا هنطب عليك كل ما ننزل مصر. مالك يا حبيبي؟ يا ترى حيدر عمل ايه في امتحان النهارده؟ اجاباته في الايام اللي فاتت كانت كويسه. ده اخر يوم في الامتحان، ربنا يوفقه يا رب. يا رب العالمين. ايه هو الموضوع الخطير ده؟ الله، انت هتفضلي بصلنا كده؟ ما تتكلمي يا بنتي. جوزك يا خايبه بيلعب بديله زي بقيه الرجاله. يعني ايه؟ يعني بيمشي مع ستات. وستات ايه يا حبيبتي؟ يحلوا من على حبل المشنقه. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده؟ انتش عرفك؟ انا شفته بعينيا دول امبارح وهو مستنيها، ومن حظه الاسود وحظك انت الكويس كنت انا واقفه بعربيتي مستنيه الواد ضيا. شفتي ايه؟ خلصينا. شفت يا ماما؟ الحلوه نازله له من العماره، نازله على ايه؟ على سنجة 10، وراحت له على العربيه وراح فتح لها الباب اللي جنبه وقعدها مكان بنتك، مكان الهانم المغفله. يا مسابتي يا ماما، سامي يعمل كده؟ ايوه يا اختي، سامي يعمل كده، اللي بتقولي عليه ملاك. انت عايزه تولعيها حريقه؟ ده ايه يا ماما؟ انا برضو عايزه اولعها حريقه؟ هو ده اللي حصل. مش يمكن يكون واحد تاني؟ لا يا ماما هو. وانا رحت للسنيوره دي بنفسي وسالتها واعترفت لي يا هانم بكل حاجه. يا مسابتي يا مسابتي يا ماما يا مسابتي. الكلام ده بقى حصل امبارح. بتقولي ايه؟ امبارح؟ ايوه فعلا، انا ما رحتش المكتب امبارح. النهارده بقى الطامه الكبرى يا هانم. ايه يا وش المصايب؟ ماشي يا ماما هعديها لك. سالت الوضيه عنها، قال لي انها بتشتغل صحفيه في قسم الحوادث عنده في المجله. اسمها رانيا؟ ايوه يا ست اسمها رانيا. شايفه يا ماما؟ يعني سامي فعلا على علاقه بيها. رحت لها وسالتها وبجحتها يا امي ما انكرتش، قالت احنا بنحب بعض. قلت لها ده متجوز، قالت لي وماله بس بيموت فيا. مستحيل مستحيل ده يحصل يا ماما. لو حصل ده انا كنت اولع في نفسي. ده انا كنت هعمل جريمه في المجله، لكن قلت لا، العيب مش عليها، العيب على الهانم اللي قاعده في البيت. ماما الحقيني يا ماما، منظريني بتتقطع.